نسمع الرجل المصري الصعيدي ده ردوا على الجماعة السوريين اللي أهانوا المصريين. مش احنا طلعنا معفنين يا مصريين؟ المصري بيجي ما يعرفش ياكل، والمصري معفن ما يستحماش، وجزاء الإحسان إلا الإحسان. المجوس الهكسوس ساعة ما احتلوا مصر احتلونا ازاي؟ كنا امنين مستقرين وكنا اعظم امبراطورية في التاريخ. جونا متسللين واحد ورا واحد، لاجئ مقطوع جعان جربان. فضلوا لغاية لما مسكوا الحكم في مصر، طلع منهم فرعون اللعين اللي قال انا ربكم الاعلى. اخواننا السوريين دول عاملين زي الوطواط، تمسكهم الوطواط ده تمسكه طير كده نجس، تمسكه تتنجس. السوريين نفس القصة. طلع واحد سوري في المطار يقول انا نمت مع اخت صاحبي وامه ومرته وجاب العيله كلها في المطار، وانا دينا جيت تاني يا مصريين وعاوز راجل فيك يا مصر. والتاني طلع يشتم في رئيسنا كل شويه، والتالت طلع يقول يا جربانين يا معفنين يا موسخين، علمناكم النظافه وعلمناكم الاكل والشرب. انت تعلمنا النظافه وتعلمنا الاكل والشرب يا حفيد الانجليز يا نطه انجليزيه. احنا احفاد الملوك، احنا اللي نستاهل يا ولد، احنا اللي نستاهل يا حبيب. احنا العرب دي انا قلتها، العرب دي تناع على قفيته، تنجسه زي الطهر وتعليه زي توطيه. احنا اللي نستاهل يا حبيب، اللي فتحنا لك بيوتنا فتحنا لك دولتنا. لو حطيناك في سلك شايك زي اللي رموك على الحدود وفي البحار كنتش تتكلم، كنت تعرف مقامك ان انت رخيص، بحت ارضك وبحت وطنك. وجيتنا لاجئ جربان مقطوع خايف، حمناك بعد ربنا وفتحنا لك قلوبنا قبل بيوتنا، وفي الاخر تشتمونا وتهزكونا وتشتموا رئيسنا. احنا معفنين، احنا ما نعرفش ناكل، احنا احفاد الملوك، اول امبراطوريه في التاريخ. بس احنا اللي نستاهل يا حبيبي، ايها السوري ايها اللاجئ، احنا اللي نستاهل، احنا اللي نستاهل، اقسم بالله العظيم احنا اللي نستاهل. نبقى عارفينك زي الوطواط نجس تناك على قفيدك، تفضل تتملحس لما تتمكن، ونجي لما نقول لك اتفضل بلدك ارتاحت، روح عمر بلدك وخليك راجل وقف جنب دولتك. تشتمنا وتهزكنا، احنا معفنين، احنا بتاعت فسيخ. اكل الملوك اكل الفسيخ ده تعرفش تاكل انت، واللي هياكل فسيخ احسن من اللي هيبيع دولته واللي هيبيع وطنه. احنا هناكل فسيخ ما فيهاش حاجه، اكل الملوك واكل البشوات. انت ما تعرفش تاكل يا اللي بعت وطنك، يا لو وقفت على الدبابات والطيارات تقول طياره للبيع دبابه للبيع، وذبحتوا في سوق النخاسه، اتخذتوا اسرى وسبايا وعملوا لكم حقل تجارب ودمرت دولتكم. جاي عايز دمرنا احنا التانيين. بس احنا كلمه اقولها لكل مصري، احنا اللي نستاهل، عشان احنا طلعناها من بقنا وخدنا 10 مليون او 12 مليون لاجئ مقطوع جربان جعان معفن، وفي الاخر نقول له اتفضل ايها اللاجئ على بلدك. لا، عاوز يخد دعاية على الطلاق بالثلاثة، عايزين يحكمونا على الطلاق، عايزين يحكمونا وعايزين يعملوا كل حاجة فينا. بس احنا اللي نستاهل، احنا بس ده اصل المصري قال ربنا قال ادخلوها امنين. بس الوقت يا سيدي يا رب استغفرك واتوب اليك يا سيدي رسول الله، محدش عنده اصل، محدش يحفظ الجميل. اقسم بالله الجميل تعمله في كلب ولا تعملوش في واحد سوري او عربي او لاجئ من العرب. ده جزاؤه يترمي في الجبال او يتعمل له سلك شايك او يغرق في البحار، ان هو اللي يستاهل. دمر دولته وخلاها فريسه الكل من هب ودب. عايزين كلنا نبقى مرمرمين كده، عايزين كلنا نبقى اجواءنا وسمائنا ودولنا لاجئين فلاجئين، هنحافظ عليها غصبا عن ان اي كلب في العالم، وهنحميها. واي لاجئ لازم يطلع برا، لازم يطلع برا، مش هننضف ولا نكون رجاله مسلمين. جانا الهدر والشابو ومش هقول استرزوكس، كل الحاجات اللي كانوا يعملوها عشان يشغلوا دولتهم اتنقلت المصانع دي عندنا. كنا نعرف الهدر ولا الشابو ولا الستروزوكس ولا حاجات مخلقه، جابوها لنا اللاجئين دول وخلونا وباء. ده احنا عندنا سياحه يا اولاد يا اخواننا، ده اقسم بالله هيعملوا عمايل في المدن، مسيطرين على قرى صاحيه ومدن صاحيه ومناطق شعبيه صاحيه مسيطرين عليها. لازم كل يرحب عشان نبقى رجاله وننضف. على الطلاق بالثلاثه نادين واحد، راجل بسيط من الصعيد. انا ما اخافش من اي حد في العالم، اقوى دوله في العالم ما اخافش منها. عارف اخاف من مين؟ من اللاجئ. من اللاجئ هو اللي يخوف. انما انت ما تعرفش دي ايه، ما تعرفش دي منين، ما تعرفش توجهه ايه. لازم ننضف وكل واحد يروح بلده. ومتشكرين يا السوري يا نطه انجليزيه
احنا. انتوا علمتونا النظافة، بس احنا يا ولد اللي نستاهل. ولا تعليق.